تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية بعد نهاية نصف نهائي بطولة كأس العالم. طبعا في منتخبات حققت تقدم في التصنيف، وفي منتخبات نزلت في التصنيف، وفي منتخب حقق قفزة تاريخية في تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية. لكن قبل ما نبلش نتمنى منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، ويلا نبلش. حنبلش تصنيف من المنتخبات الأسوأ للمنتخبات الأفضل. أول شيء المنتخب الأردني. المنتخب الأردني كان في الترتيب 83 عالميا، نزل 10 مراكز ل 73 عالميا، وهو أسوأ تصنيف للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم. المنتخب الأردني أكيد كانت مجموعته مو سهلة، ولكن كان ممكن يقدم أداء أفضل. خسارة أمام الأرجنتين، وخسارة أمام الجزائر، وخسارة أمام النمسا، والنشامة يهبطون 10 مراكز من 83 عالميا إلى 73 عالميا. لكن منتخب الأردن دائما عودنا أنه يقدم أداء أفضل، وإن شاء الله بنشوفه في مستويات أفضل في الأيام القادمة. المنتخب الثاني هو المنتخب العراقي. منتخب العراق نزل 6 مراكز في التصنيف. طبعا منتخب العراق جاء في مجموعة صعبة ضمت فرنسا والنرويج والسنغال. الصراحة منتخب العراق ما قدم الأداء اللي كنا بنتمناه طبعا منه، ولكن مجموعته كانت مجموعة الموت في كأس العالم. يعني النرويج، فرنسا، النرويج وصلت لربع النهائي، وفرنسا وصلت لنصف النهائي. يعني كان الوضع خلينا نقول شبه مستحيل مع المنتخب العراقي، ولكن إن شاء الله أسود الرافدين بيعودوا بشكل أفضل في الأيام القادمة. المنتخب الثالث هو منتخب قطر. منتخب قطر نزل 3 مراكز أيضا في التصنيف، الآن هو 59 عالميا. منتخب قطر بدأ المونديال بتعادل مميز أمام سويسرا، ولكن بعد ذلك خسارة قاسية جدا أمام كندا، ثم خسارة أمام منتخب البوسنة. فالعنابي يعني بدأ بشكل جيد في المونديال، لكن بعد ذلك شفنا انخفاض في مستوى المنتخب القطري في لقاء كندا خصوصا، ثم أمام البوسنة في اللقاء الثالث. لكن إن شاء الله بنشوف منه مستويات أفضل في الأيام القادمة للعنابي بطل آسيا. المنتخب اللي بعده هو منتخب السعودية. المنتخب السعودي تقدم 3 مراكز في التصنيف، يعني كان جيد نوعا ما مستواه في المونديال. تعادل مميز أمام الأورجواي، تعادل مميز أمام الرأس الأخضر، ولكن خسارة أمام المنتخب الإسباني. المنتخب السعودي كنا يعني ممكن نشوف منه أداء أفضل، ممكن يعني كان يحقق فوز من هدول اللقاءات ونشوفه في الأدوار المتقدمة، ولكن التعادل أمام الأورجواي والتعادل أمام الرأس الأخضر خلى المنتخب السعودي يتقدم 3 مراكز للأعلى، ويكون اليوم في المركز 58 عالميا. الأداء السعودي في المونديال لم يرضي الشارع السعودي، هذا الشيء أكيد كان بتمنى نشوفه في الأدوار الإقصائية، ولكن بشكل عام الأداء ما كان سيء، وممكن نشوف المنتخب السعودي في الأيام القادمة بشكل أفضل إن شاء الله. المنتخب اللي بعده هو منتخب تونس. منتخب تونس يهبط 12 مركز في التصنيف، وهو أسوأ تصنيف لمنتخب تونس بعد نهاية كأس العالم. يعني الآن منتخب التونسي في المركز 57 عالميا بعد أداء سيء وأداء كارثي في كأس العالم. 3 هزائم أمام اليابان وأمام السويد وأمام منتخب هولندا. المنتخب التونسي الصراحة ما قدم أداء جيد في المونديال، لكن دائما منتخب تونس بيعودنا أنه يعود بقوة، وممكن نشوفه طبعا بمستوى أفضل بعد المونديال، لأنه كان المونديال الصراحة أسوأ مونديال يشارك فيه المنتخب التونسي. لكن إن شاء الله نشوف نسور قرطاج في الأيام القادمة بشكل أفضل، ويعودوا لمستواهم المعهود اللي شفناه قبل المونديال، كان مستوى مميز لمنتخب تونس. المنتخب اللي بعده هو منتخب الجزائر. منتخب الجزائر نزل مرتبة واحدة في التصنيف، الآن هو بالمركز 29 عالميا. المنتخب الجزائري الصراحة المونديال كان خلينا نقول جيد، ما حنقول ممتاز، كان مستوى جيد. يعني مجموعته كانت فيها الأرجنتين، فيها الأردن، حقق الفوز على الأردن، تعادل مع النمسا، وانهزم أمام الأرجنتين، وفي الأدوار الإقصائية خسر أمام سويسرا وودع المونديال. كنا الصراحة أنا كشخصيا توقعت المنتخب الجزائري ممكن يقدم أداء مثل الأداء اللي شفناه في عام 2014، وممكن يوصل لأدوار أبعد. أنا توقعت المنتخب الجزائري يحقق اللي حققه منتخب مصر أو منتخب المغرب. الصراحة منتخب الجزائر عنده عناصر مميزة ممكن كانت تحقق شيء في هذا المونديال، ولكن في النهاية المنتخب الجزائري خلينا نقول قدم مستوى جيد في البطولة. المنتخب الأفضل واللي حقق قفزة مميزة في التصنيف الفيفا هو المنتخب المصري. الآن منتخب مصر في المركز 24 عالميا، طلع 5 مراكز في التصنيف، واليوم هو في أفضل مركز لتصنيف الفيفا للمنتخبات العربية، طبعا بعد الأداء الجيد اللي قدمه في المونديال. يعني الخروج أمام منتخب الأرجنتين بآخر الدقائق، والأداء المميز في المجموعات اللي كانت مجموعة بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، يعني شفنا أداء مميز لمنتخب مصر، وحتى أمام أستراليا بالتأهل في الدور 32 بضربات الترجيح. المنتخب المصري منتخب قدم أداء جدا جدا مميز في هذه البطولة، وهي البطولة كانت تاريخية لعشاق المنتخب المصري، ونتمنى أن نشوف هذا المنتخب دائما في هذه المستويات
لأنه المنتخب المصري طبعا من كبار المنتخبات في إفريقيا وكبار المنتخبات العربية. أما المنتخب الأول في التصنيف طبعا هو المنتخب المغربي في المركز السادس عالميا، وهذا الشيء طبعا فخر للكرة المغربية أولا والكرة العربية ثانيا وعشاق المنتخب المغربي. طبعا اليوم المنتخب المغربي تقدم مرتبة واحدة بعد المشاركة المميزة في كأس العالم 2026، يعني تعادل أمام البرازيل والفوز على اسكتلندا، ثم الأداء المميز في الأدوار الإقصائية. مثل ما شفنا أداء جيد في الأدوار الإقصائية لمنتخب المغرب أمام كندا، شفنا أداء مميز، ولكن أمام منتخب فرنسا في ربع النهائي غابت الحلول للمنتخب المغربي وخرج أمام المنتخب الفرنسي، المنتخب الذي قدم أداء مميز في البطولة. ولكن هذا الشيء جعل المنتخب المغربي في أول تصنيف المنتخبات العربية، في صدارة تصنيف المنتخبات العربية وفي المركز الثالث عالميا. يعني من قبل سنوات ما كنا نحلم نقول أن احنا منتخب عربي موجود في المركز الثالث عالميا، فهذا فخر للمنتخب المغربي، وتحياتنا طبعا للمنتخب المغربي وعشاق المنتخب المغربي. اليوم نحن بنفتخر أن نقول منتخب المغرب في المركز الثالث عالميا مع كبار المنتخبات. يعني الصراحة يستحق المنتخب المغربي في مونديال 2022 الأداء المميز، أكد لنا في 2026 أنه هذا الأداء ما كان بالصدفة. منتخب المغرب منتخب الآن أصبح من كبار منتخبات العالم وليس فقط منتخبات العرب. طبعا هذا كان تصنيف الفيفا للمنتخبات بعد نهاية نصف نهائي بطولة كأس العالم. رح نترك هلأ صورة لتصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية بشكل عام، المنتخبات الأولى في العالم. ولو أعجبك الفيديو نتمنى منك الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، وبنشوفكم بالفيديوهات القادمة.